ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد واكله جديده. النهارده بقى هعمل لكم اكله جديده وموفره وبجد مش هتكلفك غير 20 جنيه بس. تعالوا اقول لكم كده مكوناتها في السريع، بس اللي ما صلاش على النبي صلوا على النبي يلا في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده. مبدئيا الاكله دي هتنفع كل ام معاها اطفال صغيره وبتبقى محتاسه، او كل ام راجعه من الشغل وبتبقى متمرمطه يا عيني ودماغها مش عارفه تعمل اكل ايه. الاكله دي موفره بجد وفيها فيتامينز كتيره وحلوه وسهله كمان وسريعه جدا، يعني في خلال نص ساعه كده هتكوني مخلصاها. هنحتاج اول حاجه بصلتين صغيرين متوسطتين او واحده كبيره، وطبعا على حسب كميه الرز معاكي، لو كترت بتكتري البصل شويه. هتجيبيهم وتقشريهم وتنضفيهم وبعد كده تقطعيهم. انا كنت عامله لكم ريفيو قبل كده عن القطاعه ديت، تمام، وقلت لكم الفرق ما بين النوع التركي وما بين النوع المصري. وطبعا النوع التركي يكسب، او النوع الاصلي لو حد لقاها هنا اصلي وحلوه طبعا يجيبها. عمليه جدا جدا جدا، بتاخد من بصله لاتنين لتلاتة، وبتقشرهم معاكي او بتقطعهم لك كده بالطريقه اللي انت معاها. حلوه قوي في الاستعمال اليومي السريع، تمام، زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو بتخلص معايا بسرعه. تمام. خلصت بقى هنا. جبت الحله بتاعتي وحطيت عليها 3 معالق زيت. هنكتر الزيت شويه علشان انا هحمر فيه البصل، وبعد كده احط الرز عشان الرز يلاقي شويه زيت كده، تمام. وحطيتهم على النار بقى. وهنا كنت بحضر كوبايه ونص من الرز. عايزه اقول لكم ان انا طريقه تخزيني للرز انا بحطه في التلاجة. انا كنت جايبه شويه الكبير من الرز في الصيف اللي فات تقريبا او الشتاء اللي فاتت، وعايزه اقول لكم ان مع الوقت عمل ديدان بقى وحاجات كده. فقررت ان انا نضفته طبعا كويس جدا جدا، وقعدت انقي وطلع عيني فيه، وبعد كده شلته في التلاجة. عايزه اقول لكم ما عملش اي حاجه خالص. اي حد خايف على توابل سكر بيجيله نمل اي حاجه يرمي في التلاجة، عشان كده جيبوا بقى بدل التلاجة تلاجتين. المهم بقى حطيت في الحله بتاعتي 3/4 كميه او تلتين كميه البصل بتاعتي، واشيل حبه كده على جنب لزوم السلطه، وبنزل عليها بمقدار الملح. لو انا هحط واحده مرقه دجاج يبقى احط معلقه ملح بس، تمام، عشان ايه؟ مرقه الدجاج برضو هتعادل الملح بتاعي. وابدا كده اسيبها لحد ما البصله تدبل. تعالوا بقى نغسل الرز. غسلت الرز كويس جدا جدا. الرز البلدي بيتغسل كويس لان هو بيبقى فيه زي حاجات كده، خوص وحاجات كده صغنطوطه. اللي بيجيب رز بلدي مش اكياس هيبقى عارف الكلام دوت. بنقيه طبعا وانا بغسله، هو اصلا كده كده بيبقى كويس ومفيهوش اي حاجه يعني. ما تخافوش وما تقلقوش، الرز البلدي بيبقى حلو وطعمه حلو جدا 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 في الاكل، تمام. هنا بقى كانت الكوبايه ونص من الرز غسلتها كويس قوي وصفتها. وبعد كده المكون الاساسي تاني معانا هو العدس الاصفر. اللي عارف اسم الاكل ديت ينزل تحت في الكومنتات ويكتبها لي. يلا بقى نكمل. جبت بقى مع كوبايه ونص من الرز كوبايه عدس اصفر، وغسلتها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبرده هسيبها تتصفى. اغسلهم ويسيبهم يتصفوا، وهرجع بقى اشوف البصله بتاعتي اقلبها كده كل شويه، اقعد اقلب فيها علشان ما فيش حاجه تتحرق عن التانية، يبقى كل واخد نفس التسويه. بقعد كده اقلب فيها. وبعد كده هنزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتي. طب ايه البهارات بتاعتي؟ معلقه من كل حاجه هقولها هتبقى معلقه من الكركم، ومعلقه من الكاري، تمام، ومعلقه من الكمون. كاري وكركم وكمون، تمام. وبعد كده بعد ما الاقي البصل خلاص دبلت، هنزل بالكوبايه ونص بتاعتي من الرز اللي مغسولين بتاعتي، مش منقوعين، مغسولين بس، تمام. وبعد ما اقلب كويس جدا الرز بتاعي هنزل كمان عليهم بالكوبايه من العدس الاصفر، تمام. لو لسه ما عملتلوش لايك للفيديو ده انزلوا اعملوه وشيروه لكل او كل واحده بتشتغل وبجد بتبقى محتاسه في الاكل. الاكله دي موفره، ودي بس مكوناتها ما فيهاش اي حاجه تانية، تمام. بقلب بقى كده كويس جدا وبسيبهم يعني ممكن من 5 دقايق على النار. وعلى النار اللي جوه بوطي النار بتاعتي خالص، بوطي النار بتاعتي خالص، وبحط الشياطه بتاعتي. بجد دي احسن طريقه انا بعمل بيها الرز، تمام. طبعا غليت ميه في الكتل بتاعتي ونزلت بواحده مرقه دجاج وحطيتها في الكوبايه. وبعد كده دي الشوربه بتاعتي، يعني المفروض انها عشان تديها طعم كده، فدوبتها في الميه السخنه كده. وبعد ما قعدت 5 دقايق بقلب في الرز لحد ما الرز خلاص بقى يعني بيخروش، تمام، زي ما بيقولوا كده. نزلت بقى بكوبايه
المرقه بتاعتي. وطبعا هزود ميه، عايزه اقول لكم ما تزودوش ميه كتير خالص زي ما انتم شايفين، يعني زي ما انا حاطه كده يا دوب لحد الاخر. ليه بقى؟ لان العدس الاصفر اصلا مع الاكله ديت بينزل ميه. تمام. يعني ما تقلقيش، ما تقوليش مثلا ما تعملوهوش زي الرز العادي، قللي شويه. تمام، زي ما انتوا شفتوا كده انا حاطه لحد بالظبط يعني. وبعد ما غلت غلوتين، رحت يعني ما قعدتش دقيقتين بالظبط على النار العاليه. بعد كده نقلتها على طول وغطيتها على النار على الشياطه على طول على النار هاديه بقى نص ساعه. هتاكلي احلى. مش هقول لكم برضو اسم الاكله دلوقتي، لو انتوا عارفينها انزلوا تحت في الكومنتات اكتبوها ويلا بينا نكمل. طبعا الاكل ديت بتبقى محتاج حبه البصل اللي انا شلتهم هحطهم على الطماطم، مش هنعمل سلطه كده بالبصل. تمام. لكن السلطه اللي هو الطماطم وخيار دي انا كنت عاملاها لابني علشان هو ما بيحبش البصل، فحطيت له خيار مع السلطه كده عشان يقدر ياكل وما يرفضش الاكل. هنا بعد ما حطيت الطماطم هحط عليها البصل زي ما هتشوفوا كده دلوقتي. وبعد كده بقى هحط عليها مثلا سنة خل، وهحط عليها رشة ملح ورشة كمون. يبقى كده الأكلة بتاعتي خلصت. ما خدتش معايا يعني وانا واقفة كده ربع ساعة، وربع الساعة التانية كان الرز بيستوي مني وبس. كان الله سميع بالعالمين والحمد لله بقى كده الاكل بتاعنا النهارده زي الفل. وجبه حلوه جدا، واعتمدوها في ايام الاسبوع بتاعتكم. كل اسبوعين كده اعملي الوجبه دي مره. وجبه اولا موفره وفيها قيمه غذائيه عاليه وجميله وحلوه وخفيفه وسهله عليكي وحلوه قوي. تمام. هنا بقى بعد ما خلصت غسلت المواعين، ما بحبش اسيب مواعين ورايا خالص حتى لو كوبايه. تقريبا ده وسواس. مين زي كده؟ انزلوا اكتبوا لي لو حد زي كده ما بيحبش يسيب اي معلقه في الحوض يكتب لي. انا عارفه طبعا الام اللي معاها اطفال الدنيا بتبقى صعبه، ما تبقاش سهله معاها. تمام. ربنا يعين كل ام طبعا، وربنا معانا كلنا يا جماعه. الزمن ده ما بقاش زي زمان سهل، لا. الزمن ده بقى في حاجه غلط، في حاجه متشقلبه مع الام، مش عارفه ليه. يبقى انا كده وصلنا لاخر الفيديو. تمام. بما انكم بقى كتبتوا لي تحت في الكومنتات الاكله دي اسمها كشري اسكندراني. كشري الاسكندراني بيتعمل كده. تمام. هو يا دوب رز ابيض ومعاه عدس اصفر وبتاكلي احلى كشري. عايزه اقول لكم ان الكشري الاسكندراني ده او الكشري عامه بيبقى فيه قيم غذائيه عاليه قوي وحلوه جميله يعني. ويبقى كده بصوا بقى شكل الطبق جميل جدا. ما تنسونيش بقى باللايك بتاعكم وشير، شيروه لكل ام تبقى عايزه تعمل اكله جديده وسهله ويكون كمان موفره. واشوفكم بقى في فيديو جديد وافكار جديده. يلا باي باي.